اهلا بحضراتكم مره تانية. رجعنا لكم بعد الفاصل. هنتكلم عن نوع تاني ونوع اخر من الفنون مع ضيفتنا اللي مشرفانا ومنورانا النهارده، الفنانه فنانه برضو بس من نوع اخر، فنانه في الاكسسوارز وال يعني المستلزمات اللي بتكون مصنوعه بشكل يدوي. الفنانه اللي مشرفانا النهارده الفنانه سالي، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. سالي، ايه الحلاوه دي؟ ربنا يخليكي. يعني الاول كلمينا اكتر عن الحاجات دي او الفنون دي. انت الاول خريجه فنون انا تطبيقيه؟ انا خريج فنون تطبيقيه، قسم منتجات معدنيه وحليه. قسم يعني ده منتجات معدنيه تخصصي اصلا يعني. من زمان وانت حابه الموضوع ده من قبل اصلا ما تدخلي فنون تطبيقيه ولا؟ لا، هو الحقيقه من قبل ما ادخل فنون تطبيقيه يعني ما كنتش اصلا اعرف عنها قوي، يعني زي معظم الناس اللي دخلوا فنون تطبيقيه. انما يعني هي ميزه فنون تطبيقيه ان هي عشق، يعني اي حد بيدخل فنون تطبيقيه من اول يوم في اعدادي بيعشق فنون تطبيقيه. طبعا. بيعشق الفن وبيعشق يعني ازاي يبقى الفن ده بيخدم المجتمع ويطبقه في الحياه. فانا الحمد لله حبيت القسم جدا، من يعني احنا عندنا سنه اعدادي وبعد كده بنتخصص 4 سنين يعني. مظبوط. فاخترت القسم من اول ما دخلته يعني مشغولات وعرفته. معدنيه. منتجات معدنيه منتجات وحديديه معدنيه وحليه. وحليه. هو الحلي ده تقريبا جزء من تخصصنا، يعني مش كل التخصص بتاعنا حلي بس. بننتج منتجات معدنيه، وحدات اضاءه، مكملات اساس، مكملات ملابس، ادوات منزليه، رموز تقدير وعمله معدنيه. فيعني التخصص بتاعنا جميل جدا وكبير جدا يعني. بصي، هو مصر من زمان يعني مشهوره بالفن ده، حتى لو جدا تروحي طبعا. لمصر القديمه مثلا في خان الخليلي والحسين طبعا هتلاقي جدا. المشغولات والمتاحف، والحاجات المتحف اليدويه. المصري والمتحف الاسلامي بالظبط. مليانين بروائع يعني. طبعا تمام. المصري يعني هو ابدع اصلا في الحاجات دي، يعني احنا بنحاول بس نتعلم منهم يعني. طيب الخامات والحاجات اللي انت اشتغلتي بيها دي، يعني انا شايف خامات مختلفه مثلا، ممكن انا تفهمينا مثلا ايه الفرق او ايه الخامات اللي انت بتستخدميها؟ تمام. انا يعني قررت ان انا اشتغل في الهاند ميد. ده اكتر مناسب لوقتي وظروفي والفكري. فقررت ان انا ابدا براند بتاعي في الحلي الهاند ميد. ان انا من قطعه نحاس شكلها بسيط خالص اقدر اطوعها واعمل منها منتج شكله جميل. تمام. ان انا احول الحاجه اللي الناس شايفه ممكن يكون ملهاش استخدام او حته حاجه كده مش كويسه او شكلها وحش وهي كده، اقدر اعالجها واعمل عليها تشكيل تطلع قطعه حلي جميله بالهاند ميد. يعني ان انا اطلع انا بنفسي اعمل عليها تشكيل واعمل عليها معالجات تطلع من تحت ايديا قطعه. غير بقى شغل المصانع مثلا اللي هو بقى بالمكن، لا بتاع انا اتخصصت في الهاند ميد بحيث ان انا يعني اقدر احط يعني بصمتي وروحي في كل قطعه بعملها. تمام. غير لما يبقى المنتجات الكميه بتاعه المصانع يعني المصمم طبعا بيحط فيها بصمته، بس في الاخر بيبقى شغل المكن هو السائد. انما انا يعني بعمل سنتر بيسز، كل قطعه بعمل منها يعني واحده بصممها من اول خالص، من اول بدايه التصميم، من اول الخط لحد ما اوصل بيها انها تطلع منتج يعني. طيب يعني الكلام ده اكيد بياخد وقت ومجهود معاكي في الوقت اللي هو ممكن تبقى بتاعه المكنه او بتاعه المصنع، فما جدا فيش طبعا. ده مش بيأثر شويه على طبيعه الموضوع نفسه او المهنه نفسها؟ هو الهاند ميد طبعا ليه يعني يعني جو مختلف يعني. هو طبعا مرهق اكيد اكتر بكتير جدا من المكن ومتعب، بس في الاخر فعلا ممتع يعني. ان انت تلاقي حته بتطلع ما بين ايديك كده وانت شايف في الاول ان هي كانت مجرد فكره. دي طبعا بتبقى لها تاثير جميل وممتع للنفس يعني. في نفس الوقت برضو يعني في ناس كتير بتحب قوي الهاند ميد، يعني بتحب تشوف يعني ممكن يكون يعني الفينش جميل وكل حاجه، بس في بصمه الايد يعني. غير شغل المكن اللي هو بقى مستورد من الصين والحاجات دي اللي هي يعني بيبان ان ده شغل مكن. انما الهاند ميد يعني دي ميزه وعيب في نفس الوقت، ان هو انت شايف فيها يعني مع كل تعبك ده بس بتشوف تعبك في القطعه يعني. طيب انا شايف حاجات كتيره ونماذج لاشكال مختلفه، حابب اعرف يعني ايه الانواع اللي انت بتشتغلي عليها؟ انا جايبه يعني حاجات كتير متنوعه. انا بحاول استخدم خامات كتيره متنوعه وافكار كتيره متنوعه، ما ركزت على حاجه واحده بس، لاني انا مقتنعه ان كل حاجه ليها جمالها، ويعني كل اتجاه ليه جماله. بالظبط. الحاجات المعقده قوي اللي محتاجه دقه عاليه زي الشفتشي اللي هو الحاجات الاسلاك الصغيره اللي هناك دي بتبقى محتاجه دقه عاليه قوي قوي وحاجات طيب صغيره. انت ممكن تمسكي اللي انت عايزه توضحي لنا عليه؟ يعني مثلا حاجه زي دي، ده اسمه فن الشفتشي. تمام. ده دقيق جدا جدا. يعني الاسلاك دي بتبقى مجرد حاجات صغيره قوي وبتترص وبتتلحم. طبعا ليه صعوبه بالغه جدا. انت بتعملي كل ده؟ انا شايفه ده ليه جماله. في نفس الوقت حاجه بسيطه زي كده، بسيطه جدا مش بتاخد مجهود قوي،
بس برضو حاسه ان ليها جمالها، يعني ان هي تبقى قطعه نحاس، مجرد قطعه نحاس وعليها حجر وسلك، ليها جمال تاني. دي صعوبتها مختلفه خالص عن دي، بس دي ليها جمالها والناس اللي بتحبها، ودي ليها جمالها والناس اللي بتحبها. فانا بحاول انوع في الخامات. يعني دي خامه نحاس عاديه ودي خامه اسلاك الومنيوم. دي لا مش الومنيوم، ده نحاس برضو بس مطلي فضه. بحاول انوع في الطلاقات وفي في المعالجات للسطح. احنا ممكن هو كله تقريبا نحاس، يعني في حاجات بسيطه للفضه. الخاتم ده برضو ده فضه بيور، بس ده بقى ده برضو شفتشي بس فضه. تمام. غير كده كل ده نحاس، بس في نحاس مأكسد، يعني ده عليه أكسدة. ده شغله مختلف تماما عن الباقيين، ده مستوحي من التراث. ما بقول لك تحس ان ده تراث شويه. تراث هو وبرده ده اللي هو المأكسد ده نحاس ومتأكسد. انا ممكن نفس القطع النحاس اللي هو بيبقى سلك اصفر زي ده مثلا اطليه فضه، يبقى ده اللي هو زي الشفتشي يعني ده هو كان ده بس اتطلى فعلا، فاتغير شكله ولونه تماما. ممكن يتصلي نحاس احمر مثلا زي كده، او يتصلي فضه يبقى يعني زي الكوليه ده. لا الكوليه ده انا دخلت برضو بيه معرض الحليين المعاصرين في مركز الجزيره. ما شاء الله. طيب سالي، اسمح لنا نخرج لفاصل صغير للاستراحه ونرجع نكمل معاكي مره ثانيه. في مصر بس الضحكة واللمة الجميلة، والرغيف بيكفي عيلة بابتسامة قريبة. في مصر بس هتحس دايما بالأمان، بالفطرة هتلاقي الإيمان والقلوب الطيبة. في مصر بس الضحكة واللمة الجميلة، والرغيف بيكفي عيلة بابتسامة قريبة. في مصر بس هتحس دايما بالأمان، بالفطرة هتلاقي الإيمان والقلوب الطيبة. لما تلاقي عيون مليانة ونص شعب نص الفاضي، وناس بترحب بأمانة، يبقى انت أكيد جوا بتاني. القعدة تحلى ويا نيلها، والبيوت سهرانة ليلها، والضحكة فيها مسماة. في مصر بس كل حاجة في مصر غير، في كل شبر تلاقي خير، أحسن صفات متجمعة. في مصر بس القعدة تحلى ويا نيلها، والبيوت سهرانة ليلها، والضحكة فيها مسمعة. في مصر بس كل حاجة في مصر غير، في كل شبر تلاقي خير، أحسن صفات متجمعة. اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا لكم بعد الفاصل. لسه مشرفانا ومنورانا الفنانه سالي. اهلا بيكي مره ثانيه. في الفاصل قلت لي ان انت بتدربي بس، يعني مش بتصنعي، لا ده انت كمان بتدربي. انا الحمد لله بدات بتدريب بعض المتدربات في مراكز خاصه وفي كليه فنون تطبيقيه. يعني هي الكليه عندنا بتتعاون مع الخريجين ومع المجتمع، يعني مع كليات تانية ومع مدارس. بنجيب اطفال بتتدرب في، يعني هي كليه ليها دور كبير قوي في خدمه المجتمع فعلا. بتجيب اطفال مدارس، ولو حد حابب مثلا يتعلم مش بس في الحليه، في اي مجال من المجالات. احنا عندنا 14 قسم ما شاء الله، ففي كل الاقسام تقريبا لينا رساله في الموضوع دوت. انا تعاونت الحمد لله مع القسم في تدريب اطفال، وتدريب ناس من تخصصات تانية حابه تتعلم المجال دوت، لان هو منتشر دلوقتي جدا يعني، ودي جماله. يعني الناس بتحب تتعلمه وحابه تعمله. يعني وفي بقى مراكز ثانيه بره، يعني مش بس. انت شايفه في اقبال على موضوع التدريب ده جدا طبعا؟ يعني في ناس كتير بتكلمك عايزه تتدرب معاك. طبعا جدا، ومش لازم يبقى كورس. يعني انا مقتنعه قوي بفكره الورش اليوم الواحد. يعني مش لازم يبقى كورس كبير كذا مره وتبقى محترفه في المجال، لا ممكن في يوم واحد
تخرجها بره مود الشغل والدراسه يعني الدوامه اللي البنات بتدخل فيها دي. ممكن تقضي يوم لطيف جدا، بنعمل ورشه ليوم واحد، بنوفر لها الخامات وتشتغل وتطلع من اليوم ده من اليوم ده منتج حاجه. منتج هي اللي عاملاه بنفسها، يعني بنعلمها ازاي تعمله وبتعمله وبتطلع فرحانه بيه جدا. وبعد كده بقى اللي حابه تكمل في الموضوع بتكمل بقى في كورس متخصص يعني. تمام. في كورسات كتيره دلوقتي بقت بتتعمل يعني احترافيه يعني. هم يعني انت مثلا في الكورس او في ورشه اليوم الواحد مثلا بتعلميهم ازاي يعملوا كذا؟ هم طول النهار يقعدوا يشتغلوا لحد طول ما النهار، يعني هي يدخلوا؟ مثلا بتبقى ساعه 3 ساعات 4 ساعات على حسب، وانا طبعا ببقى معاهم طول وقت الورشه يعني ايوه أصلاً. يعني انا ببقى معاهم، بوريهم الخامات، بعرفهم على الخامات، بوريهم مثلا الوحدات المعينه دي بتتعمل ازاي، بنبدا نعملها مع بعض. انا طبعا يعني وانا واقفه معاهم، يعني هم مثلا بيبداوا يعملوها، مثلا اعدل عليهم في حاجه معينه او وفي ناس فعلا بتطلع يعني مواهب جميله جدا من الورش ديت، وبتطلع شغل حلو قوي وتعدل حتى. يعني انا مثلا اقول لها اعملي حاجه، تقوم هي مزوده وعامله حاجه اكتر كمان، ومخلصه الوحده الاولانيه ديت وعامله حاجات تانية. ففعلا يعني في مواهب كتيره جميله يعني. طب ده هاي انا شايف من ضمن الخامات احجار، انا سالتك عليها قلت لي دي احجار صناعي واحجار قلت لي احجار كريمه. طب احنا عندنا هنا في مصر طبعا يعني ما شاء الله عندنا الاحجار الكريمه كتير. طبعا جدا. هل يعني المطلوب اكتر اللي هو بتاع المصنوع ولا الاحجار الكريمه؟ هو حضرتك انا يعني بحاول زي ما قلت حضرتك انوع في كل حاجه، في التصميم وفي الخامات وفي الاساليب وفي كل حاجه. فانا ممكن اشتغل بالخامات الغاليه، الفضه والحاجات الاحجار الكريمه، وبشتغل بالحاجات الاقل سعرا واقل، بحيث ان انا يعني انا الاحجار عايزه الكريمه اوصل طبعا اسعارها جدا طبعا. فانا يعني انا عايزه اوصل ان التصميم الحلي يوصل كل البنات وكل الناس، يعني ان هو ان هي ممكن تلبس حاجه شكلها جميل جدا وحاجه مصنوعه هاند ميد، وفي نفس الوقت ما تبقاش سعرها غالي. فعلشان اعمل ده لازم استخدم خامات اقل، يعني خامات ارخص، علشان لما اطلع لها منتج ما يبقاش غالي عليها، تقدر تلبسه وتبقى مستمتعه بيه وحاسه ان هو بتاعها معمول لها مخصوص، وفي نفس الوقت مش غالي عليها يعني. عشان كده انا استخدمت يعني حتى الجلد دخلته في التصميمات، بحيث ان هو خامه اقل شويه من المعدن، ارخص شويه، وفي نفس الوقت ممكن ادخل انا عليه معدن اطعم بيه ويدي شكل جميل جدا وجديد، وفي نفس الوقت خامته ما تبقى يعني سعره ما يبقاش غالي قوي على المستهلكين العاديين يعني. طب ده هايل ما شاء الله. طيب استاذه سالي، يعني انت دلوقتي بيتهيألي بقالك فتره كبيره من ايام الكليه لحد النهارده وانت شغاله في الموضوع ده، وبتحاولي ان انت دايما تعملي ابتكارات واشكال جديده. الفتره الاخيره مع الغزو الكبير قوي للمنتجات الصيني وللاكسسوارز الصيني وكده، انت برضو حاسه بتفاؤل وحاسه ان الموضوع يعني بس حضرتك هو انا مش من اول ما اتخرجت بدات ادخل في الموضوع دوت. انا اتخرجت وقعدت فتره منقطعه عن الشغل نفسه، يعني لاني اتجوزت وخلفت وكده. ما شاء الله ربنا يخليك. فيعني كنت الفتره دي يعني حاسه ان هي الاولويه حاليا للبيت والاولاد اللي هم صغيرين، بس من سنتين تقريبا بدات بقى يعني، بس طول الفتره دي انا ما سبتش المجال، يعني دايما بتفرج، دايما حاسه ان انا لا مش هفضل كده، لا انا لازم هرجع تاني في يوم من الايام، وعايزه استعد لليوم دوت كويس. فالحمد لله لما بدات ارجع فعلا، يعني الحمد لله بدات الله يخليك بدات الحمد لله اشترك في معارض، تقريبا كل معارض الحلي الحمد لله اللي اتعملت في الفتره اللي فاتت اشتركت فيها، تبع وزاره الثقافه وتبع مجال الفنون التشكيليه. الحمد لله يعني بدات ارجع تاني والاقي دعم الحمد لله من الكليه جدا جدا. انا يعني بنتهز الفرصه وبشكر اساتذتي جدا ودكاترتي اللي هم فعلا وقفوا جنبي وساعدوني، وهم يعني بيدعموا فعلا كل خريج يعني. احنا كمان بنشكرك على وجودك معانا، بنشكرك على فنك الجميل ده، وبنقول لك يعني الحمد لله على السلامه عودا احمد زي ما بيقولوا، وربنا يوفقك يا رب وتملي الدنيا حاجات جميله زي اللي انت عاملاها دي. شكرا ليكي يا استاذه سالي، نورتينا. ربنا يخليك. شكرا. والشكر موصول لكل مشاهدينا في بانوراما الشباب، ونشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه جديده.